هذا كثير بضحك الزلمه هذا مرتب. طب والله عمل له فالون مسجل دخول مسجل خروج. والله اخوي عمل طوشي اسمع شوف هاي والله افتح المشهد. شوف اسمع كمان شوي، رن على تلفون ابوي، اعمل حالك انك عامل مشكله، قول له ابعث لي محمد يابا بسرعه. رن على تلفون ابوي وقول له عامل مشكله ابعث لي محمد يابا بسرعه، وسكر الخط. بس اقول لك رن له بترن له على طول. اسمع بترن عليه يابا عامل مشكله بسرعه ابعث لي محمد هيك. يلا الو يا عبودي موجود. وين انت؟ طب وين انت موجود؟ عامل مشكله مع مين عامل مشكله؟ ايش مع في؟ مين عامل مشكله؟ علي يلا الصوت. يلا قوم جيبها قوم. ماله؟ عامل مشكله هي على الشارع قوم. جد تحكي؟ قوم حول بسرعه. طلع لا مش صدق. يما ساعتي وين؟ بسرعه الساعه تاعتي وين؟ بسرعه شو انت بتسوي يا محمد اخوك؟ يابا بدها لبست. وين الساعه تاعتي؟ لبست ايش يا زلمه؟ يا زلمه لبست بدي اطلع هيك اسوي طوشه. ايه لبست بدله بدك تطلع بدك عطر. يابا وانا بشخص بس زي طلع له. وين ساعتي اخوك مسوي يما؟ مشكله على الشارع يا زلمه. طيب انا طالع. تلبس بدله تحط عطر. يابا يشوفوني ناس تصوروا معي. ولك اطلع تبع بس شوف لي الساعه تاعتي وين؟ وكان شبك رايح شو مشكله تلبس الساعه؟ اين انا رايح؟ حطيت عطر لابس بدله. وانا شفت انه خايف الصاقب. لا رهيب هذا مش طبيعي يا اخوان. اسال سؤال اسال جواب يعني. لا والله بدي اسال سؤال. هلا اللي وصاير كثير الاقيها على التيك توك اللي زي هيك مثلا بفتح بث حدا وبدعمه باسد وبصور وبنزل. تعرف زي ايش بحسسني؟ اللي بهت عليك كيف اللي بيجي قدام الناس طرنطيته 100 ليره ها شباب. بمننك 100 ليره امسك هيك تحس. بدور الشهره بدور الشهرة. مش دعم مبين مش دعم محبه. من زمان ما اكلت شوكولاته. يلا مين هذا اللي بوكل؟ حوسه مزاج ما هو بطل. هذا صوت بطين طب انا سؤال ليش مفوتني على بنغلاديش؟ مرة دائما انت هيك لا انت المكات اللي بتطلع عليها لك كثر يطلع لك. علي اللايكات وحفظ بضل يطلع لك كله. يا نهار ازرق يعني انا اشتغل. دير بالك ابراهيم. استنى دوره جاي سيبوه اللي عايش سيبوه انا عايزه حي. اوكي ماشي يا اخي كله بيبي عندك التلفون بيبي شنو موضوعك ماهر؟ كريستال بدك حليب؟ منين؟ من القنينة وشو اللي منين؟ من القنينة منين يعني؟ انا في الكنية حليب نيدو ياك. لا يا خيب الشباب كانوا ناطرين غير العنين على فكره مع لحظات. حليب الجلد. يا اخوان ليش التيك توك تبعي زي كاني عايش بالسنغال؟ يا حبيبي انا عمري ما حطيت لايك لفيديو بالتيك توك عشان تكون بالصورة. يعني عشان تكون بالصورة عمري ما كبست على القلب هون ولا مرة، مرتين ثلاث بس. اي كلب انت من هبته؟ الكلب اللي بيكون يهوهو. انا امريكاني هذا باسبوري امريكاني. هل انت حاضر لهذا؟ غير لا وسخ وسخ. لا ما وسخ. لا وسخ اكبر وسخ. شو لا يا اخي اتركه شوف بده يحكي. بده يحكي طيري. ترى خرايد الصبي اصبر. جايين بالبنت. شو بدكم البنت يا زلمه خليكم بحالكم والله انت وين بقيت هاي الكلام؟ يعني كيف بدي اقول لك خليكم بحالكم ما لكم دخل بغيركم يا زلمه. تطلع ما تطلع تعمل بدها اياه. اقسم بالله صار الشاطر اللي منتج عليها فيديو. بدك تمنتج عليه فيديو منتج عليه فيديو. عندي 100 واحد ولك والله ما تقدر تمنتج ولا إشي. ما اذا بتنزل فيديو نزل بدك اياه والله العظيم. لو تشوف هجوم بالتعليقات اللي يخف ايمانك. تمام. فمش فاهم انا شو بدهم بالبنت. شو هدفكم شو يعني. حبيبي الله يخليك الله يسعدك. تعرف شو هو ابشع شيء عند البنات؟
وقت البنت بتتعرف على شاب بيكون نفس الشباب اللي متعرف عليهم وبيحكي بنفس الطريقه اللي الشباب كلهم بيحكوها ونفس الاسئله حتى. مثل ايش الاسئله اللي كل الشباب بيسالوها. ومثل 1 شو هو لونك المفضل؟ 2 شو هي اكلتك المفضله؟ لحظة المقطع 3 دقائق وبارت 1. تحياتي لك اللي بعده بسرعة. قصة هذه الشركة اللي سوت إعلان جدا قذر، إعلان تستغل فيها الأطفال بس الأمور قذرة. طبعا هذه اليوم 78 معكم على التوالي، فتابعوني عشان الله يقطع عنكم. الله نورين حبايب القلب. شركة ملابس عالمية اسمها بلنسياغا نشروا إعلان حاطين فيه طفل صغير، وبرضه حاطين حول الطفل الصغير هذه أدوات جنسية، وأدوات جنسية زي مثلا تعرفون هذيك البنت الباد جير اللي تسوي إنها مسيطرة على العيال، تحط حزام على رقبة واحد وتخليه ينبح لها وكأنها مسيطرة عليه وهو خاضع لها. انت وين شفت هاي المقاطع يا قلبي؟ انت وين شفت البنت هاي اللي بتكون رابطة العيال الو شو وضعك؟ بالضبط جابوا بالضبط كمان يا راجل. اوكي ايه الجنازير تبعات الباد جيرل اللي هو شافهم اللي انا عمري ما شفتهم. الحزام هذا واعطوا له البنت الصغيره هذه في الاعلان. وبلنسياغا طبعا ما هم اغبياء يعني بنزل لك الاعلان ويباك تسبه، لا، نزل ورقه فيها قانون امريكي يقول لك انه هذا الشيء ترى عادي في امريكا، احنا ما احنا قاعدين نخالف القانون، يعني يدقون المشاهدين بلفه، ترى لا تقولون لنا شيء، احنا الله يخليك حبيبي. هاي كيف حالك؟ هاي شنو؟ شلونك داريا؟ ايش هذا الجمال والله داريا؟ العظيم هيدي ماهر عرفت داريا. كيف تصعب على العالم هاي داريا. ثواني هذا اليمين شو وضعه؟ عرفت كيف تاكل بعقلهم حلاوه يا عمري شو اللي عرفت تاكل بعقله حلاوه؟ واحده تركيه تعلمت عربي لانها خرفان، من الاخر انطيك اياها. 2.5 بتحكي ما بتحكي يعني هالحكي اللي بتحكيه العربي. لا بس يا عم سمعت ان اصلها سوريه. يا حبيبي انت الثاني، شوف كيف ضحكت عليك وسنحك. تركيه ومولوده بتركيا وعمرها ما حكت عربي الا لما فتحت تيك توك وما لقت رفقاتها سوريين معها ولقت تعلمت عربي من رفقاتها. ما تعلمت عربي الا على التيك توك، شافت قالت لك شو هذا اولاد بلدي. هذا اليمين بس شو الوضعيه؟ ماذا يحدث لو خلطنا الغاز السائل مع الماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو التصريح الكوع جلطة؟ ايش هو؟ ايش قال؟ ما سمعتش. طبعا راح يستمر بالغليان بهذا الشكل حتى يتبقى. هذول بس بجدد عندك هذا بيضلوا. رجعنا على البرازيل محمود يا اخوان انا ليش تيك توكي كله اندونيسيا وبرازيل؟ اوكي بنحب حبيبي والله بس مش يعني عرفتها التيك توك مال كريستال كلنا نسوان. ما عاد يفتح شيء يعني نسوان شيء يعني 12 سنه ونفس النظرات ونفس الخجل. قاعدين اوصل زينة حياة. الرجل يعشق المرأة التي تستفزه بهذه الطريقة، يعشق المرأة التي تعامله بهذا الأسلوب. لذلك اسمعي جيدا. أي أسلوب؟ احكي لنا عشان نفهم. وتابعي معي لآخر المقطع. الرجل إياك أن تعاتبيه. الرجال تمل من كثر العتاب، بل ويصل بها الأمر في بعض الأحيان إلى أنها تكره من يعاتبها. يصبح على أبسط الأشياء يغضب، على أبسط العتاب يصرخ ويغضب. هذه هي طبيعة الرجال. فاسمعي جيدا ما سأقوله لك. إياك أن تعاتبيه، لا تعاتبيه أبدا. خلاص فهمنا، نقطة عن نقطة 2. أن أخطأ بحقك خطأ فادحا لا تعاتبيه، فهمنا. اللي بعده يعني تفضل. قمت بحمل حقائبك ورحلت من حياته بدون عودة، بدون إخبار، بدون إخطار. حملت حقائبك ورحلت. هنا بالضبط سيصيبه الجنون، لأنه سيدرك في ذلك الوقت أنك لست كبقية النساء. صباح الخير، أحكي لكم عن أبطال من بلدي
يعطيكم العافيه. شاكو والله لو ما انتم الا نصير لهنا. رحم الله والديكم. لا ويقولون بلديه ما تشتغل. لا هاي شنو هاي يمه؟ هاي شنو هاي لعد؟ مشكورين يومين والله يمرون يدقون البيبان علينا والله خلف الله عليهم. ها خذي ها. ها خذي ها. هاي الاخوه الزين ين مالات. جلطه بتعرف تدبيك؟ جلطة دفن. انا بعرف ابو احمد. سؤال لك ماهر، انت بتعرف ولا ما بتعرف؟ انا لا. ماشي حبيبي الله يخليك. بقول لك واحد ختيار روح على الدار لقى الحجه بتزعق، ايه مش هيك، قال لها شوفي، قالت له يا زلمه هاي كنتك معصبه كسرت لنا 12 صحن خربت الدار. قال لها بسيطه، هسه بيجي الولد بعطيه حبه نظيفه تنزل الصبح زي الغزال ترتب لك الدار كامله. قالت له اسمع حاج، على فكره انا كسرت 6 وهي 6. ماشي. فرنسي. لا برازيلي. ¿Qué ya lo dijo. ما جت بابا دخيل الله. Y luego no puede ser. ماهر قاعد بلطم على الحسابات اللي بتطلع له. طب بدنا نترجم، تحدي ترجم. Gente, algo que eu tô achando muito fofo é que minha irmã já tá treinando pra ser tia. شو هذا؟ ماردوس للعربي ديسلايك. عجوز ماشي معاه اولاده الاثنين، واحد اعمى هاي لايك للعربي يلا. الثاني ما بيتكلمش. والله شيء عربي طاق ديسلايك راح يروح للذاك. طيب ها رجاء ها عطوا الاخ رقم حسابي عشان انطي لايك هسه هذا. فيه. الحين من جدكم انتوا يا عيال عبد الله. ظاهرة غريبة بتحصل اليومين دول ما حدش عارف ليها أي تفسير. قرب يوم القيامة، قرب يوم القيامة والله يأخذنا كلنا يا رب يا رب. دعوة من فمي شباب، بالله اسمعوا 4000 على البث، ادعوا والله بلكي تيجي يوم القيامة نخلص. والله ترى حياتنا صعبة، إذا بتطول أكثر من هيك والله مشكلة. والله معلم الحياة رايحة للحبيب. والله أنا بقول لك. انت وين رايح؟ ها؟ انت وينك تروح؟ أنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله. هو الفيديو. شو تسوي بالبش يا اخي؟ يعني انا سؤال، يعني ما هو ترى يعني الناس مجمعه ها ظاهره. اطلع لك 15 فيديو، واحد من سنه ال80، واحد من سنه 90، واحد هسه ظاهره دوران الحيوانات. هلا بس عليكم فيديو تيك توك سريع شباب تنزلوه بالله ولا عليكم امر؟ بالله واحد نزل فيديو هذا. ايوه يلا قاطع يوتيوب على الموضوع كمان. حلو. حط فلتر وحط اباوت منشن. هذا كمان الحيوان بدور، هذا بلحق ذيله يا قلبي. فعل بالحق. ليس هذا الحكي. شو عم تشوفه؟ بنشوف ظاهرة الحيوانات وهي تلف على حالها. بدي قديم، بدي واحد قديم. لا طالع فوق وحط فلتر ابو محمود. لا طالع فوق حط فلتر. ابلود ديت. ابلود ديت ونعكس. ايوه 1 year ago 2 weeks ago today ago. ما ظاهرة دوران الحيوانات ظاهرة ظهرت في المنطقة الأخيرة ويقال أنها من علامات الساعة. لاحظ كيف الغنم الآن بدور بشكل دائري عكس عقارب الساعة. قال العلماء أنه اقتراب الأجل والحيوانات بتحس بهذا الموضوع والبشر لا يستطيع الإحساس بذلك. هل معقول نهاية العالم؟ لا تنسانا من اللايك والاكسبلور. اروح لك فدوة بثواب المرحوم. السلام عليكم ورحمة الله. يلا 9 meses de gravidez. خراب اللعبة. وعندنا البنت اول ما يطلع نتيجة الحمل تبلش تصلي على كرسي. طلع والله هو كويس هذا الشيء. والله شايف تحمل اوزان. انا شايف هذا راح يدخل معضل. شكله هاي بعد ما خلفت. هي يا نفسها. هي هاي الام كانت حامل، هاي بنتها خلفت. احنا عشان الكوبي رايت شباب. بالقوارير النسوان بيجي بدالها يا رخيصين.
الاخت ما بيجي بدالها، والام بتلاقي 100 مره غد المره. والله في نسوان بيحبن عليكم وبتجوزن وبدشرنكم. اتقوا الله، ديروا بالكم اخواتكم. سامع كريستال؟ يا اخي شو محسسيني 24 ساعه حتى عمي بنات عشان وماشي كذا. عامله شيت يا بورسي هل عنا ها؟ يا اولاد حط شفر من هان لهان انت عمرك طبيت واحد. هاي بتصير معي كثير يا زلمه. هذا ضيوف. هاي اخر مكالمة، بعدين رح اعمل لك بلوك. ليش؟ اجاني عريس من دبي ومعه مصاري وخلص اتفقنا. طب هو شافك؟ لا. عشان هيك وافق. شركة الكندر عاملين بسكوتي نفس بسكوت الشوكو سبريم. انا واصل لمرحله بالايام الحاليه انه انا بني ادم يعني اعذروني اي شخص جديد ممكن يدخل لحياتي انا مو مأمن لك. يا زيد نزال يا قلبي، تحياتي إلك. بديش احلف انه سيدنا يعقوب ما زعل قدك على سيدنا يوسف يا زلمه. يا زيد ايش في يا زيد؟ يا زيد مالك اذا ما تنزلنا شي فرايحي. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد والشكر. هذا غلط، وهذا يقع به كثير من الناس عندما تقول ربنا ولك الحمد والشكر، بل نقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ويقال ايضا ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. بارك الله فيك. كل ما اشوف زيد يا اخي مش طبيعي. زيد نزال يا شيخ. كل طريق حبك ليا. يا الله التيك توك كله هذول 3 أغاني دخيل الأردن يا شيخ. أرهقني الثبات الكاذب يا الله. أرهقني تجاوز أشياء أكبر من قدرتي على التجاوز، وتحمل أيام صعبة أكبر من قدرتي على التحمل. أرهقني الصمت الظاهري وضجيج رأسي الذي لا يهدأ. تعبت من الكذب وقول أنني على ما يرام بينما الخراب في قلبي. وتعبت من مساندة من حولي بينما أنا أتمايل وأغرق كل يوم في مأساتي. الله. أرهقتني الصدمات يا خريس. إذا بنتوا من ديسكورد هذا بسمع، ما هو بلكي اجاني عرض على قناه، بلكي اجاني خرا على قناه راديو، بلكي بكره اكلوا خرا انطوني عرض قالوا لي صوتك حلو سمعناه بالبث، تعال عندنا بنص مليون دولار كونتراكت. اصبر خلينا نكمل. هذا اسمه سوق نفسك. اوكي يلا نكمل. بسم الله. وين؟ ايوه. وانت تعلم اني لا املك غيرها. لا وين صرنا يا شيخ؟ أرهقتني الصدمات. أرهقتني الصدمات وأشعر بأنني على وشك الانهيار. وأنت تعلم أني لا أملك هذه الرفاهية، وتعلم أن الحياة تدفعني لمواصلة الثبات رغما عني. أرهقتني الطرق الطويلة التي لا تنتهي والسعي. يا الله، أنا أسعى وأركض طوال الوقت وأخشى أن لا أصل في النهاية الأمر إلى ما أريد، أو أكتشف أني اخترت الطريق الخاطئ. أرهقتني الوحدة يا الله. لا أقصد أنني بلا أصدقاء، لكن لا أجيد التعبير عن ما يحدث بداخل، ولا أريد أن أحمل ثقل. إيش قاعد بعمل أنا؟ أوكي. ناشونال جيوغرافي. اسمها ميمي اللي عدش الداعم الثاني. قحها هاي ولا خرية؟ يا عيب. اسمعي، مرة مدير المدرسة اجى على ابوي على الدار قال له اسمع بعرض امك، شوف لنا ابنك مؤسس عصابة اسمها الرداء الاحمر، اهداف هاي العصابة يقتل اي استاذ برسب الطلاب، بدكم تمسكوني وانا بدخن، والله شوفوا الله يوفقكم، تحاولوا شوف فيش شيء مستحيل، الله يوفقكم ان شاء الله تزبط معاكم. يا جماعة كان من المستحيل حدا من اهلي يمسكني وانا بدخن غير بحالتين، يا اني اعمل اشي غبي وهي كثير بعيدة، يا انه واحد من ترى هاي معلومة خاطئة عن الأهل حتى نكون بالصورة. دير بالك تفكر انك بتدخن واهلك ما بيعرفوا، دير بالك مستحيل الا اذا اهلك حاشاك. يعني مش الحكي لابو هيكل، لا الحكي للجميع. والله اول يوم دخنت فيه، اول يوم شكوا شو ريحة الدخان هاي، ثاني يوم انت بتدخن قالوا لي. والله قعدوا معي اهلي لا الحجي بس محمود زادش التدخين سر.
ما اسمع، انا ما استمتعت بالتدخين سر، انا ما لحقتوش، ما طولت 3 يومين بقول لك والله يومين تقريبا 6 اشهر 6 اشهر يومين دخنت يومين، الثالث كنت ملقوف رسمي وقعدت معه وقلت لهم انا بدخن لي شهر، حلوا عني وبديش اترك والله. هاي عمر دخن. فلا تصدق انه اهلك ما راح يعرفوا اذا لا سمح الله دخنت او شربت او لا سمح الله عملت شيء غلط، صدقني الا شك، خصوصا الام، خصوصا خلوها تلعب لعب بقلبي تستاهل. قلبي حاسس خطر على بالي ترند يكون اسمه ترند جماعة باركوا لهم. والله لا اعمل السبعه وذمتها. عافيه. لا شو بيحضر بالله شوف 45 بيبسي مين يا قلبي؟ هاي بيبسي سنة عايش والله فرق شراب شفاه والله وحياة الله وهاي والله لا غير اظل سكران ما اصحى. طب ليش يا قلبي؟ ليش؟ ما عاد صار عنك روح. يلا تصير بهالسلام. الكارو وتحاول تلحق السواق على رجلينها وسيارة تمر جنب الجاي لكن يرجع بس ما تعرف تمشي المقطع لحظة. تمشي المقطع اللي فوق. هسه مبدئيا انت حمار، هاي نقطة رقم 1. نقطة رقم 2 مش هذا السؤال الصح، لا مش هذا السؤال الصح. السؤال الصح هلا هو عن جد منزل مقطع تيك توك قاعد بيشرح فيه الفيلم؟ هذا فيلم لهيلي بيري، يعني انت قاعد تشرح الفيلم؟ انت ما عندك قصة انت مخترعها او انت مفكر فيها او صايرة معك تنزلها على التيك توك، قاعد تشرح لنا فيلم، تحكي لنا قصة فيلم؟ لا بتمزح، حط لنا اسم الفيلم احنا بنروح ناكل خرا. الاكسبلور قصة حقيقية، قصة الجزء الرابع على دعمكم، قصص حقيقية، قصص رعب، قصص من التاريخ، قصص واقعية، قصص خطف. متابع اكسبلور لايك. والله لحظة وكانت تحاول اول ما تطمن على ولدها لكن كارلا نزل وراحت على طول جري لكن كسر القزاز ودخل. شنو هذا يحكي الفيلم كامل؟ قاعد بيشرح الحركات اللي بالفيلم. لا يا زلمة فتحضر السيارة بسرعة قرابة وتصل سواق قبل كمل ولك 50 اكسبلور. فتدخل نتفاجأ انه البيت لكن اول ما شاف هذا شوف هاي اللوحة الجو راح يصير من هذا. انت قاعد تحضر تحت. يا اخوان ان شان الله يا زلمة، ان شان الله. انا عمري 14 ومغروم بصديق ابي وهو متزوج، شو اعمل؟ تاكلي خرا. انا عمري انا فويس اوفر وبحب اقول لك انك موهبه لعن الله من ايقظها حبيبي، الله يخليك، الله يسعد قلبك. انا ولا صاحب الفيديو؟ يلا هاي الهندية اللي عايشة بدبي مو فلوجز اسمه انا امنا يوم البعث اللهم امنا. هاي ايش هاي اللغة؟ سبكي حافظ اعتقد فارسية. لا شو اسمه باكستانية. জান তুই জান আরে ভালোবাসি আমি যাকে ভালোবাসি। عمرك سألت نفسك ليش اللاعبين يحلقون شعر رجليهم؟ لا جوابك غلط. بركي جرودي. صدقني راح تنصدم لما تعرف ايش السبب. طبعا هذا السؤال جاوب عليه اللاعب كريستيانو رونالدو اثناء مقابله بينه وبين مذيع سأله هذا السؤال والجواب جد راح يصدمك. قبل ما احكي لكم ايش الجواب تنصدموا، اتمنى الكل يكبس 5 كبسات على الشاشه ويعمل حركه ديكس. لا قبل ما اكمل راح اعطيكم سر من اسرار التيك توك. تعرف اذا كتبت هذا الكلام عندي باللايف راح يصير لي هذا كثير بس ويطلع في الفرق. لا اله الا الله. طب موتنا يا استنى نطوف يا اخي، نطوف فرصة دقيقة. بشرفك بدنا نعرف الجواب، اعمل سكيب جاك عرفي. لا والله بدي اعرف، صار عندي فضول. لحظة بدي اعرف ليش. احتمال عشان يشوفوا بعض مليح. دقيقة والله نشوف. ادخل بث واكتب هاي الجملة عندي بالبث، شوف جوالك كيف راح يصير يرقص. طبعا جواب يا الله. تحسين الملعب؟ تحسين اللعب. الجواب تحسين اللعب، سهولة المعالجة أثناء الإصابة، الشعر مصدر بدي أروح أحلق شعر شضري بكرة. يا اخوان انا مرق علي صناع محتوى سوشيال ميديا، الكلام مش للشخص هذا لحاله، بحكي عن التيك توك بشكل عام. مرق علي صناع محتوى وسخين كثير، احنا كثير يعني، في منا
اطماع، في منا كذابين، في منا من قدام الشاشه شيء، من ورا الشاشه شيء، لكن اوسخ من جماعه التيك توك عشان يجيبوا مشاهدات ما مرق علي. يعني شوف المقطع كله قديش ثانيه امانه الله. ليش اللاعبين يحلقون شعر رجليهم؟ لا جواب. بدي حدا يعير لي 30 ثانيه المقطع صح؟ بين بس نزل تحت مبين. وين؟ هيك صح هو لازم فيك تقدم اعتقد. طلع يعني شباب لحظه، ليش بدايه المقطع ليش اللاعبين بيحلقوا شعر اجريهم؟ تعرف ايش السبب؟ طبعا هذا السؤال جاوب عليه اللاعب كريستيانو رونالدو اثناء مقابله بينه وبين مذيع ساله هذا السؤال والجواب جد راح يصدمك. قبل ما احكي لكم ايش الجواب هلا بطلب منك 18 طلب ب 40 سنه ضوئيه. حلو اسمع. قبل ما اكمل راح اعطيكم سر من اسرار التيك توك. تعرف اذا كتبت هذا الكلام عندي باللايف راح يصير جهازك يرقص اللي والله عليه طبعا الجواب هو شفتوا لحظه. لا انت استنى، انت ما عرفت شو الوساخه. مخلي لك الجواب جزء من الثانيه. تعرف ليش؟ عشان تعيد المقطع. تعيد المقطع 18 مره. بده يحلبك يعني بده يحلبك حلب هيك حلب مشاهدات. حلب يعني حلب. واحد عن بالي فعلا انك انت انسان غريب. قار عليه وعلى قلبه. خلوها تلعب لعب سهل. السنة سكر الصوت. يلا جيب والله طبعا البروفايل. خليها تلعب لعب بعيني تستاهل. شو الترند الخرا هذا اللي طالع له 3-4 ايام يا زلمه؟ شاقنا شق. اوكي ها نيمار طلع حبيبي والله. هذا رايح المنتخب الالماني. يموت عن نسوان نيمار. عمي شو ما يعمل يطلع له. كنت فاكرك نينجا طلعت ترتل. طب وزع للشباب. طب عادي لو اعملها انا ومحمود محيو. طرد مشجع بسبب حركة النسر. ايش هاي الحركة؟ هي الألبانية حركة عنصرية ما بعرف. تبع الحرب القديمة بين صربيا والبانيا. طب صربيا كانت تلعب اليوم. ليه وفي بس كويس انه الامن مركزين على هيك حركات يعني. والله انا لو شفتها ما كنت راح افهم شو الحركه هاي اصلا. حتى لو وصفوا لي العالم كلياته. حاولت اني انا اوصف كل الاشياء اللي جواتي لإلك. مستحيل اقدر اوصف جزء صغير. نزال زيد بدي اخذ حالي بسكينه. ترى موتنا هذا والله. رب العزة شقنا شق. المقلبة